حالكم. طلعنا مشوار سريع انا ولينو ورجعنا بسرعه لانه هي مستعجله بدها ترجع البيت، عندها دراسه الفاينلز، عاملين لنا ازمه في البيت. فاني وان شاء الله الاسبوع الجاي بتخلص، ويمكن في مفاجاه من لينو، خليها تستنى هيك لتخلص الامتحانات بتحكي لكم. ف كثير عم تسالوني عنها، هي ما عم بتصور لانه عندها امتحانات. اذا قدرت هلا سمعت عم تدرسي صاحبتها، اذا قدرت بخليها تسلم عليكم من سنابي. طبعا اليوم انا عامله فاصوليا بيضة، هيك قررت اطبخ طبخه الشتويه هاي. فست لينا معترضه جدا عن الموضوع، بتقولي انه مش جعبالي اكل فاصوليا بيضة. قلت لها حاضر ست لينا كبلينه عنا. فهي كتير بتحب اليالنجي بس ما في وقت نعمل يالنجي. فاليوم عملت يالنجي كذابي او اللي هي فتة يالنجي، عملتها معكم قبل هيك، كتير لذيذه وزاكي. خلينا نشوف اخر تطورات عليها في المطبخ. اوكي اهلا فيكم في المطبخ، احنا بالطنجره انا ولينا. يعني لا تقلبيني، ما في أكلة تانية. لأنه ما بحبها، ولأنه عندي امتحانات لازم تدلعيني. عذر منطقي، بعد الامتحانات انسي الموضوع. المهم جاي بتقول لي ماما في خبر حلو خبر مش حلو. الله يستر. شو علاماتي طلعت؟ قد ايه؟ مش كلها يعني، بس 200. واحدة منيحة وواحدة لا منيحة والله. احكي ولا بلاش؟ احكي عادي. واحدة ايش هم المواد؟ لاب فارماسيوتيكال مايكروبيولوجي لاب، يعني هذا ايش صعب؟ هيك حسيت من اسمه هيك لاب بتشتغل بايدك هيك. ايه الحمد لله، الحمد لله يعني ما شاء الله. عالي اعلى شيء، ما في اي بلس. اوكي. مرة لما قلت لها علامتي ايه بتقولي هو في اي بلس؟ انا نسيت ايام الجامعة في اي بلس ولا ما في؟ المهم فنزلتها ايه، ما عندنا اي بلس الحمد لله. ليش قاعدين مع الطنجرة؟ استني شو احكي لكم. وعندي كمان كان قضايا معاصرة، صراحة هاي نزلتها اي ماينس لانه انا في المواد المتطلبات مش عارفة اي شيء عربي لين خلص ما بعرف ايه، فاي ماينس والله منيح. منيح الله يستر. بس معدل كز اي ماينس. بعدين احكي لكم شغلة كلها كانت عن هيك اشياء بالعربي سياسية وهيك، فيعني منيح مني. خلص اقنع نفسك ما مشكلة. الله يستر من بقية المواد. يلا نشوف شو بده يصير. بس منيح. الله يعطيك العافية. اسمعوا، فكرة فتة اليالنجي هي فتة مثل كل الفتات، بنحط اشي فوق لبن، فوق خبز مقلي، فوق صنوبر، فوق رمان. يعني فكرة الفتة هي بس الفكرة بفتة اليالنجي انه احنا هون هذا الاشي اللي عم ينطبق قدامكم في هذا القدر، يعني حطيت كل اشي بنحطه على اليالنجي اللي هم دبس الرمان، اول شي بصل مع زيت زيتون بنقليه شوي، بنحط عليه دبس الرمان، دبس فلفل، ايش كمان حطيت، ربن ذرة، ملح، ليمون، فلفل اسود، اي شيء انتم بتحطوه على اليالنجي، بندوره مفرومه بتقدروا تحطوه هون. بعدين شو بتعملوا؟ بتفرموا ورق العنب وبتحطوا عليهم مي وتخليهم ينطبخوا مع بعض. فهي هلا الله على الريحه، ريحه يالنجي عن جد، بس من غير لف ما نقلب. هلا بعد ما استوى، لانه الورق باخذ وقت كثير ليستوي، شو بزيد؟ في عندي هون رز مصري او رز سن وايت، بنزله وبحطه. وبهاي المرحلة لازم كل شوي نقلبهم حتى الرز يعني ما يلزق على الطنجرة، هيك لازم. رح اتركه يستوي وارجيكم النتيجة النهائية. هلا هذا الاشي هو البيس اللي رح نستعمله في الفتة. شفتوا كيف؟ جربوها بشهي. اوكي شوفوا معي النتيجة، تقريبا استوى زي ما حكيت لكم. عشان الرز ما يلزق بدنا نضلنا نحركه. ما شاء الله شايفين داي بدوب. هلا استوى الرز، هذا البيس هو اللي رح نستعمله في عمل الفتة. حط في النار عليه